الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. عندما أنتقد قسد قوات سوريا الديمقراطية أو حزب العمال الكردستاني أو حزب الاتحاد الديمقراطي، فورا الأسطوانة المشروخة الموجودة في أفواه شبيحة هذه الكيانات التي ذكرتها هي أنه هوشنغ مع نظام الجولاني، أو هوشنغ يخدم نظام الجولاني ويخدم الأتراك عبر انتقاداته، لأن نظام الجولاني والأتراك يستفيدون من هذه الانتقادات. يعني سيضعونني في خانة وخندق الخيانة والعمالة بشكل مباشر أو غير مباشر. لا يمتلكون وعيا وسعة لكي يردوا الفكرة بالفكرة أو بالفكرة بما يناقضها ويفندها. لا، فورا إلى منطقة التخوين والاستهداف الشخصي وهدر الكرامة والطعن في الوطنية والطعن في الشخصية وفي كل هالتفاصيل التي يتفنن بها الحشد الموالي لقسد ولحزب الاتحاد الديمقراطي ولحزب العمال الكردستاني. أنا اعتدت على هذا السلوك طوال فترة الانتقادات، طوال فترة ابتعادي عن هذا الحزب وهذه المنظومة، وبدء الانتقادات المباشرة والصريحة والجدية والعميقة لهذا الكيان وتجربته، وأعني بذلك حزب العمال الكردستاني وتفريخاته في تركيا وسوريا والعراق وإيران. يعني على الطرف الآخر، عندما أنتقد نظام الجولاني وسلوكيات نظام الجولاني وشبيحة نظام الجولاني وعنصرية وطائفية وإجرام وانتهاكات نظام الجولاني، فورا الأسطوانة المشروخة النتنة العطنة العفنة الساذجة والغبية لشبيحة الجولاني هي أنه أنت قسدي انفصالي زئبقي حلمستان وما بعرف شو من القصص هي. نفس الاسطوانة. لا يوجد هنالك وعي وسعة وأخلاق وبينة وحجة، يعني يستطيعون بها تفنيد وجهة نظري، تكذيبها. لا، فورا يلجؤون إلى هذا المقلب انفصالي قسدي وما بعرف شو من هالكلام. بين هاتين الضفتين المتعارضتين واللتين ستصلان إلى شكل من أشكال التسوية فيما بينها وبيصيروا حبايب، يعني طبقا للاتفاق المبرم بينهما في 10 آذار 2025. هم شركاء في هذا الاتفاق، نفس الطرفين، وإلحاح وإصرار الطرف الجولاني مدعومين بالأتراك ومدعومين بالأمريكيين يصرون على تطبيق هذا الاتفاق، اتفاق 10 آذار، لأنهم مدركين تماما لحجم التنازلات الغبية والجاهلة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية لنظام الجولاني بموجب هذا الاتفاق. هم لا يريدون تعديل أو تغيير أي شيء في هذا الاتفاق، لأنه هذا الاتفاق سند وثيقة تلزم قسد، لأنه قسد وقعت على هذه الاتفاقية يعني برعاية أمريكية واطلاع فرنسي وتركي. المهم، دعوا الاتفاق جانبا، وسأبدأ بسرد تفاصيل سبب معارضتي
لنظام الجولاني. لماذا أعارض نظام الجولاني؟ الكثير من الأصدقاء السوريين العرب، في جلهم العرب وبعض الكرد أيضا، أنه لا ينبغي أن لا نعارض، أن نترك هامشا ومن هالقصص. أنا واضح في معارضتي كعين الصقر، كنقاء وصفاء عين الصقر، لا لبس فيما أقدمه من أسباب وموجبات أستند عليها في معارضتي لهذا النظام. أنا أعارض نظام الجولاني ولا أعارض العرب. أنا أعارض نظام الجولاني ولست ضد سوريا. أنا أعارض نظام الجولاني ولست ضد الوطن. هذا الخلط الفظيع الشنيع الذي يمارسه نظام الجولاني وشبحته الخلط ما بين الدولة والوطن ونظام الجولاني سبقهم إليه نظام حافظ الأسد. أنا كائن أنحاز للضحايا، كردا، عربا، سريان، أرمن، سنة، شيعة، علويين. الضحايا كائن من كانوا، ضحايا اللي راحوا فرق علمي في تطاحن المذاهب والقوميات والأحزاب والسياسات والفاشيات الدينية والقومية. أنا منحاز لهؤلاء الضحايا وسأبرز لكم سبب معارضتي لنظام الجولاني. أنا أعارض نظام الجولاني لأنني كنت معارضا لنظام بشار الأسد، ولم أجد ذلك الاختلاف الكبير ما بين نظام بشار الأسد ونظام الجولاني. ولو كنت موجودا يعني في بدايات نظام حافظ الأسد عارضت نظام حافظ الأسد، لكن أنا مواليد 76 وحافظ الأسد وحزب حافظ الأسد أتى إلى السلطة في 63 وحافظ الأسد انقلب على حزبه في 70 وجرى ما جرى. لكن عندما كنت في دمشق وكتاباتي في الصحافة الكردية والعربية تؤكد وتوثق أنني كنت معارضا لنظام بشار الأسد في 2003 في 2000 مقالاتي الموجودة منذ بدء تجربتي الصحفية وكتابتي باللغة العربية والكردية، والأرشيف موجود والإنترنت يعني فيه ما يمكن أن أستند إليه أو لكي يتحرى البعض يعني ماذا كان شانغ في دمشق. يعني كتاباتي ضد نظام بشار الأسد موجودة باللغة الكردية وباللغة العربية ما زالت موجودة، وأنا أخذ يعني قسم لا بأس به من كتاباته تلك موجودة في أرشيفي وبإمكاني أن أبرزها. بمعنى معارضتي لنظام الجولاني هي تتمة لمعارضتي لنظام بشار الأسد. هاجسي كان ليس استبدال طاغية بطاغية ونظام ديكتاتوري بنظام ديكتاتوري آخر، لا، معارضتي لنظام الجولاني لأنه لم يقطع مع نظام الاستبداد البعثي الأسدي، لم يتغير شيء يعني في هذا الموضوع. وبالتالي الأسباب التي تلزمني أن أغير موقفي النقدي من نظام الجولاني باقية وتزداد. هذه الأسباب تزداد وسأذكر جزء منها أو تلخيص منها لماذا أعارض النظام الجولاني. الكثير من المثقفين السوريين غيروا مواقفهم، يعني مثلا أنا أعلم والله على ما أقوله شهيد، مثلا غسان ياسين عندما التقيت به في اسطنبول وصورنا البودكاست نسيت العنوان، بصراحة يا غسان يعني أنت كنت شديد المعارضة للجولاني وللائتلاف وللإخوان، وكنت متضرر منهم في وجودك في تركيا، كنت متضرر
وتشكو لي تلك المحنة يعني. وأنا كنت معك في هذا الموقف النقدي الوطني والديمقراطي. الآن أنت تغيرت، أنت صرت مع هذا النظام لاعتبارات تخصك. مش مشكلة، أنا لم أتغير. أنا لم أذهب إلى وأطبل وأزمر لقسد، لا، أنا أكثر من مرة ركزت أنه طريقة حل القضية الكردية وقضايا مكونات الشعب السوري من قبل نظام الجولاني يعزز مكانة وموقف قسد، ويحول الجميع بما فيهم أنا إلى قسديين في 5 دقائق. أنتم تتحملون المسؤولية، نظامك يتحمل المسؤولية، مش أنا لم أتغير يعني في موقفي المناهض المناقض الناقد لتركيبة حزب العمال الكردستاني، من رأسه الموجود في حوزة الأتراك عبد الله أوجلان، وحتى يعني أصغر عنصر يعني. أنا لا أجد نفسي منسجما مع هذا الكيان، لأنه بالضد من الديمقراطية، من حرية التعبير، كل هذه التفاصيل أنا أدرى منكم بهالمواضيع. فلا تصنفوني أنه والله هو شان تغير وهو شان صاير قسدي وكذا يعني. أنا أدافع عن مكتسبات أو منطقة الجزيرة بعربها وكردها وسريانها بصرف النظر. قسد كانت تحكم، المجلس الوطني يحكم، مين كان بتكون صالح قدو يحكم، صلاح درويش يحكم، مين ما كان، أنا أجد نفسي ملزما أخلاقيا وسياسيا وكرديا وسوريا وديمقراطيا الدفاع عن مكتسبات هؤلاء، مثل ما أدافع عن مكتسبات أهلنا وأخوتنا وأخواتنا في السويداء يعني. أنا سأدافع عنهم بوصفهم سوريين، بوصفهم أصحاب حق، أصحاب مظلومية وأصحاب قضية. وسأدافع عن العلويين أيضا بوصفهم سوريين وأصحاب مظلومية وأصحاب قضية. الآن يعني الحكم صار بإيد السنة، وأول شيء بلشوا فيه تصالحوا مع نظام الأسد وفتكوا بالناس البسطاء يعني. فأنا لم أتغير يعني، أجد نفسي بأنني لم أتغير. مثلا إبراهيم، واحد مثل إبراهيم الجبين تغير يعني من النفس الاعتدال الوطني والديمقراطي. يبدو أن الموضوع كان قناع، يبدو أنه كان مسحوق أو مساحيق أو مكياج أو كذا. وبعدين ظهرت البيطاني وصار كل واحد يدربك ويطبل ويزمر لنظام الجولاني. ما الذي تغير في نظام الجولاني؟ هل تخلوا عن السلفية الجهادية لأنه حلق دقنه وصار يلبس يتشبه بالفرنجة والغرب وعباد الصليب يعني؟ وضع ربطة عنق وصار يرتدي طقما؟ لا، الموضوع مش هيك يعني. فأسبابي كثيرة، أسباب معارضتي آه، لنظام الجولاني كثيرة، يمكنني تلخيصها بالتالي. أنا ضد نظام الجولاني لأنه نظام انفرد بالسلطة، نفس نظام حزب البعث، نفس نظام الخميني. الثورة كانت ثورة وطنية، وانفرد الخميني بالسلطة بعد أن تمسكن لحين أن تمكن، وصار يطيح بكل الشركاء الذين شاركوا في الثورة الإسلامية، الثورة التي كانت ثورة إيرانية وطنية وصارت ثورة إسلامية شيعية خمينية. نفس السلوك، سلوك التعامل مع الدولة والانفراد بالسلطة يعني بهذه الفجاجة والوقاحة. وربما يعني كان الأمر خافيا على السوريين في فترة السبعينات، عندما انقلب حافظ الأسد على رفاقه وسجل فيهم في السجون والمعتقلات لكي ينفرد، وسعى إلى تدجين الشيوعيين والناصريين والقوميين السوريين وكل شيء.
وأنتم تعرفون ماذا حدث وقت ذاك. ربما الوعي السوري أو وسائل التواصل الاجتماعي يعني بكل تأكيد ما كانت موجودة، لكن الآن في 2025 يتعامل نظام الجولاني، يعني استورد وساخة نظام البعث وأضاف إليه وساخته هو، ويحكم وينفرد بالسلطة بهذا المستوى من الوقاحة والتناحة والتحدي، تحدي السوريين أنه نظام الحكم سقط من إيدينا منذ 1000 سنة، والآن يحمل الطائفة العلوية أو العلويين السوريين أسباب سقوط نظام بني أمية مثلا، يعني رغم أنه ويتحدثون كثيرا عن بني أمية وبني أمية، وكأنه الفترة العباسية لم تكن فترة سنية، رغم أنه المذهب السني تأسس في الفترة العباسية، في الحقبة العباسية. أهل السنة والجماعة وأغلب المذاهب الإسلامية، حتى المذهب الجعفري الاثني عشري تأسس في تلك الحقبة. وبالتالي آه، التركيز على الأموية، يعني ليش التركيز على الأموية؟ لأنه دمشق كانت عاصمة الأمويين يعني. لكن ال- المجال العام والسلطة الحاكمة على زمن آه، بني العباس يعني كانت لا تقل فتكا بالشيعة وبالعلويين من الزمن الأموي. يعني ربما على الزمن الأموي قتل 3 أئمة: علي بن أبي طالب بيد الخوارج، لكن وقت ذاك كان معاوية حاكما لدمشق، لم يكن الخليفة والقصص هي. لنقل 2: الحسن والحسين، الحسن مسموما والحسين مقتولا، كلاهما قتل. لكن فيما بعد كل الذين قتلوا وفقدوا حياتهم أو أغلب أئمة المذهب الجعفري الاثني عشري فقدوا حياتهم في الحقبة العباسية. وبالتالي السلطة العباسية كانت سلطة سنية 100%، وكانت الأرضية التأسيسية لهذا المذهب. لكن الآن الجماعة الحاكمة في سوريا لا تعتبر نفسها عباسية إنما أموية، واثنيناتهم طيزين بالباس، واثنيناتهم من أبناء عمومة، يعني العباسيين محسوبين على العباس عم الرسول وعم علي بن أبي طالب وبني هاشم، بينما الأمويين محسوبين على معاوية بن أبي سفيان وأمه هند بنت عتبة يعني. مهم، فالانفراد بالسلطة سبب وجيه وكاف لكي أبقى معارضا لنظام الجولاني. ولم يستشر أي جماعة، حتى الائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي السوري الذي أنا عضو فيه، سلطة الجولاني على حد علمي لم تتواصل ولم تحاول إشراك هذا التحالف المعتدل العلماني الوطني الديمقراطي في السلطة. لم تتواصل حتى مع المجلس الوطني الكردي بشكل جدي ووازن ومحترم. إذن عقلية الانفراد بالسلطة كافية، وهو سبب معقول وجيه لكي أبقى معارضا للنظام الجولاني. أنا ضد نظام الجولاني لأنه يدير الدولة بمنطق الجماعة الجهادية السلفية، ويمارس التقية والتورية والتقية ويتمسكن ويتمدن لبين ما يتمكن. هذا السلوك الدنيء غير الشفاف غير النزيه غير الوطني في التعامل
مع إدارة الدولة وإدارة مجتمع متنوع دينيا وقوميا وإثنيا كسوريا يجعلني أن أبقى معارضا لهذا النظام طالما بقي هذا النظام مستمرا في إدارة الدولة بعقلية الجماعة السلفية الجهادية. أنا معارض لنظام الجولاني لأنه ارتكب المجازر بحق العرب السنة في مناطق إدلب وريف إدلب وريف حلب، وقام بتفجيرات دموية استهدفت مدن سورية. راح ضحية هذه التفجيرات المئات من المدنيين العزل اللي ما كانوا محسوبين، وفي جلهم يعني مسلمين سنة، هم ضحايا بصرف النظر عن دينهم وعن مذهبهم. هذا النظام حتى قبل فترة قصيرة كان التيار السياسي وعماد هذا النظام جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، هذه التنظيمات هذه التكوينات مصنفة على أنها منظمات إرهابية دولية. عدا عن ذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد حدثت تلك المجازر بأشهر، يعني حدثت تلك المجازر في الساحل السوري. هذا النظام مسؤول عن تلك المجازر، مجازر راح ضحيتها المئات، أكثر من 2000 شخص، وما زال هنالك أشخاص مفقودين. يعني حتى هذه اللحظة الناقدة والباحثة السورية رشا العلي ما زالت مفقودة ولم يصار الكشف عن مصيرها. كانت تدرس في جامعة حمص وهي حتى الآن مختطفة ومفقودة، وغالبا جرى تصفيتها، لكن من يتحمل هذا السلوك؟ عملية الخطف ومثلها متايل، يعني المئات والعشرات من العلويات يصار إلى خطفهم، اغتصابهن أو قتلهن، كل ما يخطر على بالكم. نظام الجولاني يتحمل مسؤولية هذه المجازر، شكل وجه لجنة تحقيق وهمية خزعبلاتية يعني وأصدرت تقريرا في منتهى الوقاحة، في منتهى السفالة والنذالة، بل لا تقل سفالة عن تقارير اللجان التحقيق التي كان يعلنها نظام بشار الأسد، بل تفوقت على تلك التقارير. نظام الجولاني ارتكب مجازر في الساحل السوري وشكل لجان تحقيق وهمية وخرائية، أصدرت تقارير وهمية وخرائية زادت الثقة بتورط هذا النظام في تلك المجازر. والموضوع مش مجموعات خارجة عن السيطرة وكل الأكاذيب اللي أنت شفت اللي العالم كله شافها. يعني ما حدث في السويداء الحلقة الأخرى من مسلسل المجازر اقترفه نظام الجولاني وشكل لجنة تحقيق وهمية، وستصدر تقريرا أو ربما أصدرت، يعني بالمحصلة لن يختلف هذا التقرير عن سابقه المتعلق بمجازر الساحل. نظام ارتكب المجازر بحق الكرد أيضا في رأس العين في 2012 في 2013. نظام الجولاني جبهة النصرة بدأ صراعاته في المنطقة مع الكرد. الجولاني نفسه، يعني هنالك من يقول الجولاني لم يفعل شيئا ضد الكرد. نعم، قاتل العلويين، بعض السذج والحمقى هكذا يقولون لا 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 لا، الجولاني قبل أن يتجه إلى العرب السنة وللعلويين السوريين والدروز السوريين اتجه إلى الكرد السوريين ونكل بهم وفتك بهم وقتلهم. وبالتالي هذه المجازر ولجان التحقيق وتقارير لجان التحقيق سبب كاف ووجيه لكي أبقى مستمرا في معارضة
نظام الجولاني. أنا ضد نظام الجولاني لأنه نظام منبطح ولألوء في يد الأتراك، ومطوبز للإسرائيلي، ومستأسد على مكونات الشعب السوري. هيك نظام بهيك مواقف، هذه السلوكيات لا تبررها يعني السياسة وقوانين السياسة والفن الممكن والانحناء للعاصفة ومن الأكاذيب كلها. لا، نظام الجولاني هو يا أبرز من ينتهك السيادة السورية، مثلما كنا نسمي نظام بشار الأسد النظام الاحتلال الداخلي. هو احتلال داخلي، نظام الجولاني لا يختلف عنه، احتلال داخلي وسع نطاق ويبرر للاحتلالات الأجنبية سلوكياته مع النظام التركي ومساعي تبرير وجود الجيش التركي على الأراضي السورية. قبل فترة مدد الجيش التركي في البرلمان التركي، مدد أو رخصة بقاء الجيش التركي في كردستان العراق وفي الشمال السوري. ونظام الجولاني لم يعترض، بل يهدد قسد بالسيف التركي، بالعصا التركية، بالسلاح التركي. هيك نظام أدنى درجات الشعور والانتماء بالوطنية السورية تجعلني أن أبقى معارضا لنظام الجولاني، نظام منطوبز للإسرائيلي، منبطح، منطوبز انبطاحا وطوبزة للإسرائيلي، وحاليا للروسي وللأمريكي ولاحقا للإيراني، وبيصير يعني قطاع عام ونظام طوبز. يعني كيف يمكننا أن نتحدث عن سيادة وطنية، عن نظام وطني، بهكذا نظام مطوبز ويعني قطاع عام بيشتغل لمصلحة كل هذه الأنظمة وضد مصالح الشعب السوري. أنا ما فيني يعني أكون مع هيك نظام، اللي بده يكون معه، يعني مش مشكلة، مش مشكلتي. يعني أنا ضد نظام الجولاني لأن هذا النظام ضد الدولة المدنية الديمقراطية الوطنية اللامركزية. هذا النظام يجاهر بعدائه للديمقراطية. حتى الآن كلمة الديمقراطية غير واردة في خطابات النظام الرسمي. يعني هو ضد اللامركزية، أنا مع اللامركزية. هو ضد الفيدرالية، أنا مع الفيدرالية. هو ضد الدولة الوطنية الديمقراطية، أنا مع الدولة الوطنية الديمقراطية. كيف لنا أن نتفق؟ كيف فيني أدعم هيك نظام بهيك عقلية شمولية مركزية سلفية جهادية بعثية أخوانية؟ يعني الفتوى الثقافية والفتوى السياسية والفتوى الأخلاقية، مين فيه يمتلك هذه الجرأة وهذا المستوى من الوقاحة لكي يفتي بضرورة دعم هكذا نظام؟ أنا ما فيني أدعم هيك نظام إذ بقي على هذه الحال. أنا ضد نظام الجولاني لأنه يمارس سياسة فرق تسد ما بين السوريين، بين مكونات الشعب السوري. أنا ضد هذه السياسة، ولو كنت على الزمن الفرنسي لوقفت ضد هذه السياسة. ضد يعني يحاول إثارة التفرقة بين الكرد من جهة، وبين الكرد والعرب من جهة، وبين السريان والكرد من جهة، وبين السنة والعلويين والشيعة من جهة، وبين الدروز والسنة من جهة، وبين الدروز أنفسهم من جهة. هذه السياسة، سياسة التفرقة القميئة والدنيئة والوضيعة والوقحة، مارسها الجولاني عندما كان أميرا على إمارة إدلب، دولة إدلب الجهادية السلفية.
وسع نطاق هذه الممارسات والسلوكيات وسياسة فرق تست عندما استلم السلطة بدعم أمريكي وإقليمي وإسرائيلي. أنا سأبقى ضد هذا النظام، ضد هذه الحكومة، ما بقيت تفرق بين السوريين، تدق أسافين بين مكونات الشعب السوري، ويعني تفرض ذلك المنطق السلفي الجهادي: الفرقة الناجية من النار هم أهل السنة والجماعة، ومش أهل السنة يعني المسلمين السنة الكيوت منبوذين ومقموعين وخطر عليهم، هم يجاهرون بذلك بمنتهى السفالة والوقاحة. كيف لي أن ألتمس عذرا يشفع لهذا النظام أو يدفعني أو يبرر لي أن أقف محايدا وليس معارضا من هذا النظام؟ بالعكس تماما، هذا السلوك القميء وسلوك التفرقة هذا يدفعني أن أبقى مستمرا في معارضتي لنظام الجولاني. أنا ضد نظام الجولاني لأنه كما ذكرت تتمة لنظام بشار الأسد، يحاول اختزال الدولة في النظام والوطن في الدولة، واختزال النظام في جبهة النصرة، وجبهة النصرة في شخص أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني. نظام يجعل من الدولة والوطن كالهرم الواقف على رأسه، نفس سلوكيات نظام حافظ الأسد وبشار الأسد، والأبشع وأضل سبيلا وأكثر دناءة وخسة ونذالة في هكذا تعامل مع السوريين. واحد بينتقد نظام الجولاني: أنت ضد الدولة، أنت خائن للوطن. هنالك خلط شنيع ما بين النظام، يعني النظام، تنتقد النظام أنت ضد الإسلام، تنتقد النظام أنت ضد أهل السنة والجماعة، تنتقد النظام أنت ضد العرب والعروبة، تنتقد النظام أنت ضد سوريا، تنتقد النظام السوري أنت ضد أهل السنة والجماعة من المحيط إلى الخليج، تنتقد نظام الجولاني أنت ضد العرب والعروبة من يعرب وقحطان وعدنان وإلى قيام الساعة. هكذا سلوك مشيطن للنقد صادر من نظام الجولاني، وأنا كان نقدي. يعني كيف سنلتقي؟ هو يشيطنني ويخونني وأنا أنتقد، وأنا أمارس حقي في النقد وأنتقد نظام الجولاني، تفصيل من تفاصيل المجتمع السوري، تفصيل من تفاصيل مجتمع أهل السنة والجماعة في سوريا، اللي بيشوف من واجبه الأخلاقي أنه يدافع عن هيك عصابة على هيك نظام، مش مشكلتي، فليدافع يعني. لكن لا هو ولا نظام الجولاني بإمكانهم منعي من ممارسة حقي الطبيعي والوطني والديمقراطي والثقافي والأخلاقي كمعارض لنظام الجولاني. أنا ضد نظام الجولاني لأنه أطلق في الفضاء العام قطعان من الغوغاء والدهماء والهمج، قطعان مسعورة من الذباب الإلكتروني تهاجم وتستهدف أي موقف نقدي، يعني ولا يعني يفوت يوم أو أسبوع لنرى شخصية عامة سورية يصار إلى استهدافها بالتعليقات، بالشتائم، بالإهانات، بالرسائل التهديد، برسائل الشتائم على الخاص. أنا واحد من هؤلاء، تصلني عشرات الشتائم والإهانات على الخاص من حشد نظام الجولاني، ويقابلها يعني بنسبة أقل من الحشد الأجلاني القسدي، شتائم وإهانات وتهديدات باللغة الكردية وباللغة العربية الركيكة كمان يعني. فهيك نظام يمتلك هذا القدر البشع من
السلوك سلوك شيطنة الأفراد، واستهداف وتخويف وترعيب وبث الذعر فيهم، واستهداف في كرامتهم، الضغط نفس سلوك المخابرات وعناصر الأمن عندما كانوا يحاولون إذلال المعتقل بالشتائم والسباب والإهانات من كرامته، من أمه، من أخته، من كل هذه التفاصيل. وبيطلع لك بتفوت على بروفايلاتهم ولا إله إلا الله وإقامة شرع الله وآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وبيبعث لي شتائم وإهانات مقززة ومنفرة بتشبه وشه ووش أمه. يعني أحيانا وبيشتموني، طبعا أنا برد عليهم، أنا برد عليهم، أنا بقول هو شانغوسي الكاتب والمثقف أنت خليك على جنب، وشانغوسي الكردي السوري انطلق انطلق، ويعني رد عليهم الصاعة ب10، الشتيمة ب10 أمثالها. أنا برد، ما بقول إنه تعفف وتأفف والقصص هي، لا طبعا ما بتفرق معهم هؤلاء، إنه يتلذذون هيك أنت لما بتشتمون يعني. فأنا لا أسكت، مثلما لا أسكت عن شخص يستهدفني بطريقة أدبية أو ثقافية أو سياسية، لا أسكت إذا شتموني بطريقة وضيعة وخسيسة وقميئة. برد وأنا بعرف كيف رد، يعني فنان كردي يعني وبيعرف كيف يرد الشتيمة بأضعاف أمثالها يعني. مهم نظام أطلق هكذا قطعان موتورة مسعورة في الفضاء العام لكي يخرس الناس. وأنا مهنتي الكلام، أنا مهنتي الكتابة، أنا مهنتي التواصل مع الناس، وهذه الجماعة وهذا النظام بطريقة أو بأخرى يريد أن يسكتني عن موقفي، عن كلامي، عن رأيي، عن أفكاري، يريد أن يحيدني عن السلوك النقدي. هيك نظام أنا كيف سأكون معه؟ بالعكس تماما، أنا في الضفة المناهضة المناقضة المعارضة له. باختصار، أنا كنت وسأبقى معارضا لنظام بشار الأسد، كنت وسأبقى معارضا لنظام الجولاني طالما بقي على هكذا سلوك، طالما لم يقطع مع نظام بشار الأسد وحافظ الأسد، لم يغير من نفسه، لم يعني يتبنى قيم وأخلاق ثورة الحرية والكرامة. هذا النظام ما خلى فيها ثورة حرية، حولها إلى ثورة استبداد طائفي، فاشية دينية، فاشية طائفية. ما عاد فينا نحكي عن الحرية في ظل هذا النظام، ما عاد فينا نحكي عن كرامة، ثورة الكرامة والفظائع والمجازر التي ارتكبها نظام طبق الكرامة في الساحل السوري وفي منطقة السويداء. ما عاد فينا نحكي عن العدالة الاجتماعية والدولة الوطنية وهو يمارس كل هذا الغل والحقد والبغضاء والضغينة ضد الكرد، ضد السريان، ضد المسيحيين. هالكراكوزات اللي بتشوفوهم فاتن شو اسمها هي البنت اللي بتطلع وبتحكي عن الأكراد كلام مسيء وكلام غبي، طبعا لأنه ينسجم مع معاذ محارب، فهيك بيضل صفنان وبيطلع في الجواهر. طبعا مش أي جواهر، يعني أي جواهر تتحدث عنها هذه اللقلوقة يعني. فطبيعي هيك نظام سيلجأ إلى طقم من اللقاليق، واحد مسيحي، واحد درزي، واحد البلعوس، واحد فاتن، واحد عز الدين التمو، وعز شو الثاني علي تمي وما بعرف مين. هالطقم هاد، هالدزينة هي طبيعي انه يطلعوا ويحكوا على مزاج وعلى هواء
السلطة. هذا النظام لأنه تتمة ونسخة مشوهة قبيحة من نظام بشار الأسد، سأبقى معارضا لهذا النظام. وهذا لا يقلل من حبي للعرب، من حبي لسوريا، من حبي لمكونات الشعب السوري، من أحلامي التي ستبقى مستمرة في دولة وطنية ديمقراطية عادلة لكل مكونات الشعب السوري، تحترم كل مكونات الشعب السوري، تنهض وتزدهر وتتطور مع شراكة كل مكونات الشعب السوري، مش بحوار وطني مزيف، بإعلان دستوري مزيف، ببرلمان مزيف، بنظام مزيف. هيك نظام من مزيف وتافه وإجرامي لا يمكن أن يناصره إلا نماذج تشابهه من المثقفين والكتبة ما بعرف شو يعني. أكتفي بذلك، دمتم بألف خير.